شاب بيحكي بصوت مكسور وبيقول: كنت دايما بسخر منه، الولد الهادي اللي قاعد في آخر الفصل، هدومه بسيطة وصوته بالكاد مسموع. كنا بنضحك عليه كأنه مش مننا، ومش فاهمين إننا بكده بنكسر قلبه كل مرة بنسخر فيها منه. وفي يوم أبوه وصله المدرسة، راجل بسيط هدومه عليها تراب من الشغل، والولد ماشي جنبه بالعافية، باين عليه ما كانش عايز يجي المدرسة. ضحكت وقلت قدام الكل: هو انت نايم في الشارع ولا هدومك دي جايبها من الزبالة انت وابوك؟ ضحكوا كلهم إلا هو، بصلي بنظرة مليانة وجع وسكت وما تكلمش. تاني يوم ما جاش، ولما المدرس دخل قال: صاحبكم انتحر. ساعتها كل حاجة جوايا وقفت. الضحكة اللي كانت بتكبرني صغرتني قوي، وحسيت إن كلمة كنت فاكرها هزار خلت إنسان يكره نفسه. بقالي سنين مش قادر أنام، كل ما أقفل عيني أشوف وشه الساكت ونظرته اللي مليانة وجع وهي بتسألني: ضحكتك كانت تستاهل؟ كل يوم بقول لنفسي: لو رجع بيا الزمن كنت هسنده بدل ما أجرحه. بس الزمن ما بيرجعش، والندم بيفضل يوجع أكتر من أي عقاب. الضحك مش دايما براءة، أحيانا بيكون سكينة بتجرح قلب غيرك. والتنمر مش هزار، ده ذنب عظيم نهى عنه الإسلام بكل وضوح. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وبين سبحانه وتعالى أن السخرية والنبذ بالألقاب من صفات الفسوق بعد الإيمان. وقال سبحانه في سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة، يعني هلاك لمن يطعن في الناس أو يلمزهم بالقول أو الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم الحقيقي مش ممكن يؤذي غيره، لا بكلمة ولا بإشارة ولا بضحكة فيها سخرية. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الإسلام علمنا إن قيمتك مش في شكلك ولا نسبك، قيمتك في تقواك وسلوكك وأخلاقك. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، يعني ممكن كلمة هزار يا صديقي تودي صاحبها النار وهو مش واخد باله. والنصيحة: قبل ما تضحك على حد اسأل نفسك، هو بيضحك معاك ولا بيتألم من جوه؟ الإنسان اللي بتسخر منه يمكن عنده جرح انت مش شايفه، وممكن ضحكتك تبقى آخر حاجة يسمعها قبل ما ينهار. ابدأ بنفسك، خليك صاحب الكلمة الطيبة. لو شفت حد بيتنمر على حد وقف في وش الغلط وما تتفرجش. علم أولادك يرحموا غيرهم مش يسخروا منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني اللي بيرحم الناس ربنا بيرحمه. وكل ما زرعت رحمة في قلب ابنك ربنا هيزرع له رحمة في قلوب الناس. الرحمة مش ضعف، دي قوة بتخلي الإنسان أقرب لصفة من صفات ربنا الرحمن. ولو غلطت في حد اطلب منه السماح، لأن القلب المكسور مش دايما بيتصلح. برنامجنا اسمه لو رجع بيا الزمن، بس الزمن ما بيرجعش، اللي بيرجع هو سبب ضحكة اللي وجعتك وصوت الندم اللي ما بيسكتش. اغتنم لحظتك وكن سبب في ابتسامة طيبة مش دمعة ووجع. خلي ضحكتك دوا الجرح غيرك مش سبب فيه. نسأل الله أن يطهر ألسنتنا من الأذى، وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، وألا يجعل ضحكاتنا سببا في وجع أحد. في لحظة معينة كل واحد فينا هيتمنى لو الزمن يرجع تاني، بس الحقيقة المؤلمة إن الزمن ما بيرجعش، واللحظة اللي راحت
ما بترجعش، واللي قدامك دلوقتي فرصة جديدة، فرصة تتصرف صح قبل ما تقول يا ريت. دي كانت حلقة من برنامج لو رجع بيا الزمن على قناة مش هستفيد وحدي. لو الحلقة أثرت فيك شارك الفيديو، ما تخليش الخير يقف عندك.